أنا أقدر أخلق فرص تقدر تدعم الشركات الناشئة، بس مش على مستوى مصر بس، على مستوى العالم. The access to building a business is becoming easier. كentrepreneur أنت بتبقى 7 صنايع، مش معنى إن اتقال لك مش هتعرف ما تجربش. دي innovation إن أنت تعمل حاجة ما اتعملتش. النجاح بالنسبة لكل بني آدم مختلف 100%. لما نيجي نقول للناس انا ملك المصري انا ايه؟ ما على حسب الcontext، يعني دايمًا بابقى على حسب الenvironment اللي أنا فيها. فلو شغالة باسم entrepreneurship والكلام ده، أنا مَلَك باشتغل مع الstartups والtarget بتاعي إن أنا connect startups مع كل الresources اللي هُم محتاجينها من خلال كل الactivities اللي إحنا بنعملها. لو مثلًا جاية من perspective arts دايمًا باتكلم إن أنا I'm a musician, dancer and artist, painter, muralist. على حسب أنا فين، بس معظم الوقت ودي حاجة ما أعتقدش ناس تعرفها عني، السبب اللي أنا عملت فيها tattoos في الأول كان إن أنا كنت عايزة أورّي الحاجات اللي أنا باعملها، فتبقى conversation starter. فحتى لو أنا في professional setting بنتكلم على startups وinvestment يقول لي: "إيه الفرشة دي؟" أقول له: ما أنا عندي my own business, I do paintings على walls بابيع لوحاتي." "إيه ده هو أنتِ بتغني؟" فدول are my conversation starters. That's why they're on my arms. خلينا نبدأ كده من الأول. أول معرفتي بيكي كانت في جوجل. كنت مسؤولة عن حاجة مهمة جدا لجوجل، وكنت صغيرة مش كبيرة خالص. انت وقتها كنا صغيرين كلنا والله. 23 22 في الrange ده. 22 23 سنة. كنت بتعملي ايه في جوجل وقتها؟ كنت وقتها مسؤولة عن الoutreach بتاع الcommunity للطلبة وللdevelopers، وده كان كل فكرته إن جوجل بتحاول ترجع somehow to the community وتengage them وتdevelop their skills. فأنا دي كانت عاجباني عشان كانت mix لذيذ ما بين إن أنا كنت باحب أدرس، باحب أتعامل مع youth، وكنت لسه مش فاهمة برضه موضوع الstartups أوي والدنيا ماشية إزاي، فده كان حتة كده في النُص. الشغلانة اللي هو مجمّعة ما بين كل الحاجات اللي أنت شاطر فيها وأنت مش فاهم أصلًا إن في شغلانة زي دي موجودة أصلًا. فانت بدأتي في وقت برضه فريد من نوعه، يعني الوقت ده بتتكلمي على سنة 2000 يعني 2013، 2014، 2013، 2013، 2012 بالظبط. بعد الثورة على طول، بعد ما يعني الناس ابتدت اللي هو طب إيه مشاريع ونinvest في مصر ونكبّر ونسوي ونعمل، فبقينا في حتّة اللي هو أنت بتسمع عن شغلانات مختلفة والمجالات بتتغيّر وفي updates بتحصل. الupdates طبعًا دلوقتي بقت أسرع بكتير، بس وقتها كان اللي هو لمّا حد يقول لي أنتِ بتعملي إيه؟ اللي هو شغلتِك على المدفع إيه؟ بورورو حضرتك، فما حدش فاهم أنا باعمل إيه. كنت باقول لهم community engagement ده معناه بالمصطلحات اللي معروفة CSR corporate social responsibility بس بشكل مختلف. مش باروح أبني مدرسة، مش باروح أدخّل كهربا في منطقة، بس باروح إن أنا باطوّر الskills بتاعة الشباب عشان يقدروا يبقوا more employable لمّا يتخرّجوا، يقدروا يبقى ليهم كيان جوّه الجامعة. فالموضوع كان جاي في حتّة اللي هو أنت بتعمل حاجة حلوة للناس وفي نفس الوقت بتشتغل في مكان very very innovative و different. الفرصة دي جات لك ازاي بقى؟ قصة غريبة، كان في بنت معايا في الجامعة عملت مشروع التخرُّج بتاعها على جوجل، وقدّمت بالمشروع ده for job opportunity واتعيّنت. في يوم من الأيام كلّمتني بعدها بسَنة أو سنتين بعد ما اشتغلت هناك، قالت لي: "في شُغلانة في جوجل." فأنا ضحكت. جوجل إيه بقى أنا؟ طب ماشي أوكي. قالت لي: "ابعتي لي الCV." فبعت لها الCV و I went through the process. عملت أول interview، تاني interview، تالت interview. مرة واحدة قالت لهم: "يالّا." أيوه يالّا إيه؟ "يالّا خلاص هنعيّنِك معانا." قُلت لهم: "طب ماشي أوكي." لإن حتى طبيعة الinterview ما كانتش زي الinterviews اللي هي المعتادة الtraditional اللي هو يقول لك عملت إيه الjob experience بتاعك، طب الskills دي، طب هتعمل إيه في الcase دي. أنا في interview من الinterviews مع آخر واحد آآ قعد يتكلم معايا 20 minutes على إزاي بتعملي الart exhibitions بتاعتِك، وشرحت له كل الoperations بتاعة الevents. بعد ما اتعيّنت سألته، قُلت له: "هو أنتِ سألتيني السؤال ده ليه؟" قال لي: "لإن أنتِ مش واخدة بالِك إن كل ما أنتِ بتتكلّمي قاعدة بتقولي skills مهمة إن أنتِ تبقى عندِك في الevent management، في الcontingency planning إزاي يبقى عندِك خطة لمّا الدنيا تبوظ." ف فابتدى يقول لي إن أنتِ كل حاجة قُلتيها كان فيها skill الشغلانة دي محتاجاها، لإن لا هي marketing ولا هي project management ولا هي event manager، هي جمّعت ما بين كل حاجة ومحتاجة people skills حلوة جدًا. ودي أثبتيها من ما حكيتِ قصة لpersonal project أنتِ عملتيه.
انت قلتي حاجتين مهمين جدا، انا شايف ان دول لازم نهايلايت. اول حاجه، في في عصرنا دلوقتي، في الوقت دلوقتي، في ناس كتير جدا بتيجي تتكلم تقول لك ايه، الاي اي الناس بدات تستخدمه، وبقوا بياخدوا السي فيز بتاعتهم يحطوا السي في على الاي اي، وتقول له بقى ايه، يلا اعمل لي حاجه جديده، ويروحوا يعملوا سبمشن للسي فيز. فطلع ريسيرش قال لك ايه بقى، قال لك ان بسبب ان في صعود في الكونسومشن بتاع فكره ان انت تروحي تاخدي السي في تحطيه على الاي اي، الشركات بقت بتفضل ان هي يجي لها المرشحين بتوعها من خلال ريفيرلز ناس جوه الشركه. ودي اول حاجه عملتيها، يعني اول خطوه حصلت من كام سنه دلوقتي، احنا بنتكلم على كتير 12 من سنه. اه which is حاجه، دي الحاجه لسه لغايه النهارده شغاله. فكره ان مهم جدا ان الواحد بيقوي شبكه معارفه، علشان خاطر ممكن الفرص تيجي من معارفه مش من التقديم التقليدي. وتاني حاجه، ودي برضو انا حاسس ان هي مهمه جدا، فكره ان لو انت، انا حاسس ان هو اللي حمس الناس عليك ان انت كنت جاهزه، يعني انت مش حد خد الفرصه بالساهل، انت خدتيها لان انت تستحقيها. فانت كنت فيك المعايير اللي الناس بتدور عليها. وعلى ما اعتقد دي حاجه تانية الناس مش على ما اعتقد دي حاجه تانية الناس مش فاهماها، فكره ان الشركات اوقات بتدور على حد يحل المشاكل اللي عندهم، او حد يحل لهم حاجات معينه، مش ان هو لسه هيعلم الشخص ده، لان هو التعليم خلاص المفروض اتعلمته في الانترنشيب، او اتعلمته في ما قبل ده في الجامعه ولا whatever. بس فكره ان التعيين في اماكن، خاصه لو اماكن فريده من نوعها او شكلها، او اماكن كبيره زي جوجل، بيبداوا يبصوا على حاجات، مش بس فكره انت شايف نفسك فين بس بعد 5 سنين ولا الكلام ده. فلما بداتي بقى تشتغلي شغلانه انت ما تعرفيش ايه الشغلانه دي وانا اعتقد الناس اللي شغاله معاكي مش عارفين، يعني انتوا بتشكلوا الشغلانه، اه ايه اللي كان بيحصل يعني في اول فتره كده، ايه اللي حصل؟ اهم حاجه يعني مريت بيها جوه جوجل حته الاونبوردنج اللي هي هيئتني اصلا للشغل. بتفهم الشركة ماشية ازاي، التيمز اللي شغالة ماشية ازاي، بيبقى في فرص ان انت تعرف ان انت تدخل ناس من حتت مختلفة في شغلك. فدي كانت ميزة حلوة. الميزة التانية كان في هاند اوفر من البنت اللي كانت موجودة قبلية، فشرحت لي الموضوع ماشي ازاي، ان في مسابقة كبيرة جوجل بتقدمها كل سنة، بتطلع احسن طالب وطالبة من كل جامعات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وبتديهم زي تدريب على منتجات جوجل وعلى حاجات جوجل، فبيقدروا ان هم يعملوا زي ديموز او ترايلز للجامعات او للستودنتس في الجامعة ازاي يستخدموا البرودكتس دي، وازاي الحاجات دي ممكن تساعدهم في التعليم، ازاي تساعدهم في الدراسة. ف... فجات لي فرصة ان انا اتعلم من اللي كانت موجودة قبلية، وان انا اتعرف على التيم في الاونبوردنج. فابتديت ان انا يعني ما عنديش البريشر او الضغط من اول ما اشتغل ان انا محتاجة احقق اي حاجة، انا بس بفهم كل حاجة ماشية ازاي. بعد كده عندي opportunity ان انا ابتدي ان انا ايه، ابني اي مشاريع، ابني اي حاجة تقدر ان هي تدعم الشباب او تديهم فرص كويسة. فدي كانت ميزة. والميزة طبعا التالتة حتة ان هو في سيستم، فانت داخل في سيستم معين بنمشي عليه، في programs معينة بنشتغل عليها، في technologies معينة بنشتغل عليها، بنتعود عليها، وبعد كده بتبتدي تلاقي ان الدنيا ماشية بسلاسة جدا. نيجي بقى للحته اللي مش سلسه، لان انت اللي كل اللي قلتيه ده ده البيست كيس سيناريو، ده الحاجه الجميله. الحاجه الجميله ايه، ان انت تخشي كيان. احنا انا وانتي على ما اعتقد لغايه النهارده وحشنا الكيان ده. آم، في زي ما انتي قلتي سيستم، في طريقه ان لما حد جديد بيجي بيعلموه كل حاجه، بيدوله كراش كورس، بيعلموه بسرعه كده الدنيا ماشيه ازاي. وبيبقى في حته كده اللي هو هاند هولدنج في الاول، بس من ناحيه ان هو يبقوا بس هيحطوك على الطريق الصح. فانتقلتي لعالم اخر بعدها. برضو كان انت قعدتي شويه في حته البروجرامز، يعني قعدتي بعد جوجل حتى كنت بتشتغلي في الحته بتاعت البروجرامز دي، وبعد كده انتهى بيك المطاف بتتعاملي مع مش بقى ديفلوبرز ومش ستودنتس. فنيجي للنقطه اللي احنا فيها دلوقتي، عشان دي مهمه بالنسبه لي برضو. انت دلوقتي دورك ايه في مكان زي رايز اب؟ بشتغل director of programs. التارجت بتاعي او يعني اهم حاجة بالنسبة لي في مجالي او في البوزيشن بتاعي ان انا اقدر اخلق فرص تقدر تدعم الشركات الناشئة، بس مش على مستوى مصر بس، على مستوى العالم.
أي طريقة أو أي program أو أي opportunity إن إحنا نقدر نجمّع ما بين startups في مجالات مختلفة، في بلاد مختلفة، في أماكن مختلفة إن هم يتعلموا، ونهيّأ البلاد كلّها إن يبقى في accessibility للمعلومات أو accessibility لإزاي إن الواحد يقدر يبدأ مشروع. لأن في ناس بمجرد ما بييجوا في أول مشكلة وهُم بيبدأوا مشروع أو بيبدأوا business بيُقف. ومن كتر ما في معلومات كتيرة online بيتوه، ما بيبقاش عنده مصدر واحد أو مكان واحد إن هو يقدر يرجع له ويتأكد إن المكان ده هيقدر يساعده. ف in return basically ده مسمّع في إن أي project بنبتدي نعمله ممكن نعمله مع private sector مع public sector الtarget بتاعه يا أساعد الstartups اللي هم already existing يscale أو أبقى أساعد أصلًا إن يبقى في مجال لstartups جديدة تقدر تظهر، الشباب يقدروا إن هم يفكروا إن مشروع الجامعة ده فعلًا ممكن يتقلب profitable يتقلب ليه أصلًا كيان ويقدر إن هو يكبر وإنه يقدر إن هو بعد كده يجيب investment ويبقى زيه زي كل الشركات الناجحة اللي بنشوفها دلوقتي، اللي بييجي لها fund من السعودية، من الإمارات، اللي بييجي لها fund حتى من أوروبا أو من أمريكا. بتتكلمي على رحلة بقالها حوالي فوق ال 12 13 سنة في المنطقة دي. آم، وشاهدتي التطور بتاع فكرة ريادة الأعمال من الأول. يعني على ما أعتقد أنا وأنتي كنا من الناس المحظوظة اللي هو بدأنا في حتة كده ماشيين إن سينك مع التطور. آم، إيه المختلف دلوقتي عن قبل كده؟ يعني ممكن تقول إن أول حاجة مختلفة إن تحس إن في الأول كان في حاجات الbasics اللي الواحد ما كانش لاقيها، كان سهل إن ممكن تقلبها business model سواء كان مثلًا الpublic transportation في البلد وإن أنا أوصل من point A لpoint B ويبقى في أصلًا وسيلة تانية لإن الواحد يتحرك، فبقى طلعت حاجات زي Uber. إن أنا عايز أطلب أكل ومش عارف، فطلعت حاجات زي طلبات. بغض النظر إحنا بنتكلم عن شركات كبيرة أوي دلوقتي، بس المشاكل كانت كتيرة جدًا، وكان شكلها أوضح شوية من المشاكل اللي بنشوفها دلوقتي. مع تطور التكنولوجي، ومع تطور أصلًا إن بقى في الmarket saturated أوي بشركات كتيرة ناشئة، وكله بيشتغل في مجالات إلى حدٍ ما شبيهة، فأنت مش بس عندك competition أنت عندك المشاكل اللي إحنا كنا شايفينها في الأول دي مشكلة كبيرة وكل حد حاسس بيها، دلوقتي أنت بقيت بتخش في الniche market إن هو بتدوّر على مشكلة group من الناس معيّن عندهم مشكلة معاه فتطلّع منها مشروع. فI think دي حاجة كبيرة جدًا إن إحنا في الأول كأنك عارف أمّا تجيب شقة جديدة وتبتدي من الأول تضبّطها، أنت دلوقتي عندك الشقة مليانة عفش وبتاع، فأنت محتاج إن أنت تشوف طَب إيه اللي ناقص؟ فالmarket gaps ما اقدرش اقول ان هي قلت بس اتغيرت شكلها اتغير مع ال development of AI وتك بقى السولوشن اللي ينفع من 10 سنين ما ينفعش دلوقتي من غير ما اصلا تبتدي تدخل اصلا التكنولوجيا الجديدة وال AI اللي طالع دلوقتي ف... فبقى challenging اكتر وفي نفس الوقت إحنا عندنا طبعًا يعني مش حابة أتكلّم في الموضوع ده أوي، بس إحنا عندنا brain drain إن إحنا معظم الناس اللي هي بتتعلّم تعليم كويس أو بتبقى شاطرة في حاجة، بيبقى عنده الtarget إنه عايز يسيب البلد، عنده الtarget عايز يفتح مشروع برّه، يشتغل في شركة برّه، يقبض برّه، حتى لو هو في مصر عايز إن هو يقبض بعملة مختلفة. فحتّة الexcitement اللي كانت موجودة زمان إن هو الناس عايزة تفتح مشروع وكده، بقت طَب ما أروح أشتغل في شركة كويسة تقبضني مرتب حلو وأسافر وأعيش برّه. فبقى في challenges تانية كتير، وفي حِتَت تانية كتير إن الواحد مش عارف إن هو يشجّع طَب يالّا نبدأ مشروع، ما لأ هادوّر على شغل more stable. فعندك الtransition ده باين أوي وواضح جدًا، وبقى أسهل للشباب إن يبدأ مشروع شايف نموذج منّه موجود already. هُم مش قادرين يفهموا إن مش معنى إن في شركة بتشتغل مثلًا في مجال الProptech بتبيع مثلًا fractional investment إن كلنا نعمل نفس الحاجة، ممكن نشتغل في نفس المجال بس طلّع بقى حاجة مختلفة، نفس الحاجة في AI دخّلت AI في الbusiness model بتاعي، مش لازم أدخّله بنفس الطريقة اللي كل حد مدخّله بيها، يعني حتّة الinnovation الناس مش قادرة تفهمها إن هي مش creativity innovation إن أنت تعمل حاجة ما اتعملتش، ودي اللي بقى فيها صعوبة دلوقتي عن زمان. أنتِ قُلتِ كذا حاجة عايز آخُدهم واحدة، واحدة كده. أول حاجة اتكلمتِ على حتة الحماسة وكان في excitement موجودة في البدايات
وبعد كده الموضوع ده يعني زي على فكره هو عامل زي كده لما احنا كنا صغيرين كان في حماس عالي قوي، بعد كده هدينا شويتين. على ما اعتقد هو جزء من ماتشوريتي او النضج بتاع الايكو سيستم ده عامه لما بيوصل للمرحله دي. بس بحكم بقى ايه، انتي من الناس اللي بتتعامل مع كميه رواد اعمال كبيره جدا، وبتتعاملي معهم على سكيلز مختلفه. يعني بتقابلي اللي لسه بيفكر يفتح الحاجه بتاعته الى المالتي مليون بليون كل حاجة كلهم. آه. فلو انا جيت سألتك كده، ايه الحاجات اللي بتشوفيها في الناس اللي بينجحوا او بيبقى عندهم نسبة عالية من النجاح versus الناس اللي انت بتقول لهم اوقات انت مش ده مش مكانك، انت محتاج تروح تعمل حاجة تانية؟ في كلمة لذيذة اتقالت لي من investor، قال لي أنا بالنسبة لي الشخصية اللي قدامي هي الحاجة اللي أنا بفكر invest فيها. يعني أنا ممكن أقعد مع حد وأؤمن بيه كبني آدم في أي حاجة هو هيعملها، هو واخد الباين بتاعي. ففي حتة إن شخصية الفاوندر أو المؤسس أو المؤسسين لو كذا حد يبقى، مش عايزة أقول كاريزما لأن أنا مبحبش اللي بيبقى فيه كاريزما فقط، بيبقى فيه حتة إن أنت البني آدم اللي بيتكلم عنده كم معلومات على المجال اللي هو فيه، وعنده كم confidence، وعنده حتة اللي هو question ومش بياخد الحاجة على face value، بيبتدي إن هو يشوف طب ودي ازاي وتتعمل ازاي. فالشخصيات دي اكتر شخصيات بشوفها ناجحة، والشخصيات اللي هي مش مهتمة قوي بالشهرة على قد ما هي مهتمة بالفهم. فهو مش جاي عشان يتشاف، مش جاي عشان الناس تعرف انا مين، هو جاي عشان عايز يعرف انا عندي مشكلة في الموديل بتاعي انا عايز احلها. بيبقى عنده هايبر فوكس مرعب، عارف مشكلته فين، عارف التشالنج فين، وعارف يعمل ايه. الحاجة التانية اللي بيبقى فعلا مطلع حاجة مختلفة، مختلفة بمعنى ان انا لو انا قعدت معاه وانا كملك بشوف عدد ستارت ابس مهول وقال الفكره بتاعته، اقول له تصدق انا ما سمعتهاش قبل كده. فانا حتى كملك ببقى ادفوكيت، ببتدي اقول له طب اقول لك على حاجه، ممكن ابعت لك كونتاكت لانفستر مهتم بالمجال ده ولسه بيسالني على ستارت ابس. فحته ان هو فعلا حاجه ما اتعملتش قبل كده. يعني انا الحاجه اللي لو اقدر اقولها لكل رواد الاعمال اللي بيطلعوا دلوقتي بمشاريع، اعمل الريسيرش بتاعك صح، اعرف مين تاني شغال اصلا في المجال ده، واعرف اللي شغال في المجال ده بيواجه مشاكل ايه عشان ما تعيدش انت تعمل نفس الحاجة وتضيع وقتك. وتالت حاجة اللي بيفتح اصلا مشروعه بس بانتنشنز او التارجت بتاعه مش تارجت الستارت اب الصح او الانتربرينور الصح، بمعنى هو بيبدأ مشروع عشان عايز يشتغل لنفسه فهيشتغل وقت اقل. لا، أنت بتبقى، يعني أنت كentrepreneur أنت بتبقى 7 صنايع، تضطر تتعلم كل حاجة عشان حتى لو مش هتعملها ما أنت اللي هتعيّن لحد ما يبقى عندك HR، ما أنت اللي هتدوّر على حد تشتغل معاه. فأنا ممكن أجيب حد يضحك عليَّ ويقول لي أنا باعرف وباسوي وييجي يعمل لك الحاجة ومش زي ما أنت متخيل. باشوف الكلام ده في مجال الmarketing، باشوف المجال ده في مجال الproduct development أو الdesign أو الtech side of it، إن حد يقول لك أيوه، أيوه أنا ممكن أعمل لك website وأدخّل لك فيه وأعمل وأسوي، وأسوي، ييجي يعمل الحاجة it's not up للstandard اللي أنت كنت فاكرها. فتيجي تقول طب إيه، ما هو أنت مش هتعرف تقيّم من غير ما تتعلم. فلازم يبقى بني آدم بجد عايز يتعلم على طول، ما فيش حتّة إن هو ما بيقراش، ما فيش حتّة إن هو ما بيصحاش الصبح عايز يشوف الأخبار، حد دايمًا متابع إيه اللي بيحصل. الcharacteristics دي هي اللي بتخلّي إن أنا أشوف بني آدم حتى لو ما بدأش مشروع أقول ده هيعرف ينجح يبدأ في مشروع. عايز بقى اتكلم معاكي في حاجة مهمة جدا، ودي انا بشوف فيكي ان هي من مميزاتك القوية ومن عيوبك القوية الاتنين. لما بتيجي تعملي حاجة، لان انت مش بس في حتة ريادة الاعمال زي ما انت قلتي في الاول، انت متعددة الاهتمامات. لما بتيجي تاخدي حاجة بتعمليها بقلب جدا جدا جدا، وانا بجزم ان ده جزء من اسباب شطارتك في الحاجة اللي انت بتعمليها، ان انت قلبك فيها قوي فبتحطي فيها وقت ومجهود كتير قوي. فانا عايزك تشرحي لي كده، انت لما بتخشي على حاجة يعني سبيشالي للناس اللي هي لسه بتشوف هي بتحب ايه ما بتحبش ايه. في ناس بتقول لك طب انا اعمل ده، طب شكلي قدام الناس في ده، او لا اصل اهلي، اصل ما اعرفش ايه. فتخيلي كده معايا حد يعني نسخة منك اصغر،
بتبدأ في الأول خالص إن هي لسه متخرّجة من الجامعة أو لسه في الجامعة whatever، وبتتكلمي معاها في إيه اللي بيخلّيكِ توصلي للي أنتِ عملتيه، أو إيه اللي بيخلّيكِ تقدري تشتغلي بالطريقة اللي أنتِ بتشتغلي بيها؟ يعني كليشيه أوي اللي أنا هاقوله، بس أنا ما باحبش حد يقول لي ما بتعرفيش تعملي ده، أكتر كلمة بتستفزني. أنت لو جيت قُلت لي طب هاعملها. بابقى أنا عنادية جدًا. دي ميزة وعيب زي ما أنت قُلت. ميزة إن أنا فعلًا لمّا بيتحط challenge قدّامي أنا هاعملها. لمّا بيتحط حاجة قدّامي يتقال أصل ما حدش عملها قبل كده. إحنا دايمًا في حاجة بتقول إن إحنا بنحط limitation لنفسنا عشان آراء الآخرين. طب آراء الآخرين ما لهاش دعوة بيّا وبالcapabilities بتاعتي. أنا محتاجة إن أنا أpush نفسي وأشوف أنا آخري فين، وبعد كده أعرف أنا آخري فين. فأنا بقيت عارفة أنا آخري فين. وأقول لك على حاجة، أنا في حاجات أنا مش شاطرة فيها، وباقول إن أنا مش شاطرة فيها وجربتها مرة و2 و3. هل ده معناه إن أنا مش عايزة أتعلم وأحاول؟ لأ هاتعلم، بس أنا عارفة الإمكانيات بتاعتي واصلة لفين. بس أنا عرفت ده عشان جربت. حاجة دايمًا باقول لأي حد في الشباب، أنا بادّي talks كتيرة للstudents في الجامعة، وباتعامل مع students في الجامعة كتير، وفي المدرسة، دايمًا باكلمهم في نقطتين. أول نقطة إن أنت تبقى، مش معنى إن اتقال لك مش هتعرف ما تجربش. أنا عندي students في مدرسة عملوا gaming websites وعملوا gaming، عملوا build actual games بيدخّلوا لهم فلوس وهُم لسه في المدرسة. فلمّا ألاقي حد 15 سنة و14 سنة عارف يعمل ده، لو جه قال لي أنا محتاج أعمل ده، قُلت له: مش هينفع أصل أهلك، ولازم يبقى عندك account باسم أهلك وحساب وبتاع، وهتعرف تعملها. لو فضلت إن أنا أشكِّك فيه مش هيجرّب. فحتى أصلًا حتّة الفشل مش هتحصل، أنا عايزاه هو يجرّب ويفشل. فأنا بابتدي أجرّب، أجيب آخري في كل حاجة، وزي ما قُلت أنا باحُط يعني لو هاعمل حاجة بابقى باعملها لآخرها. هابدأ project باعمله لآخره، باشوف what can I do فيه. ف فالنقطة دي، والنقطة التانية حتّة الاستكشاف دي، لازم إن أي حد يبقى قدّامه حاجة مهتم بيها يجرّبها ويشوف هيمِل منها والّا لأ، أو هتمِل منها أو هتزهق منها والّا لأ. ليه؟ لإن أنا ممكن أبقى شايفة حاجة من بعيد شكلها tempting جدًا، آجي أخُش فيها ألاقي نفسي زهقت. يعني أنا من نوع الناس اللي ما باعرفش أروح أworkout، بازهق، بجد بازهق. يعني ما عنديش مشكلة في الactivity نفسها، عندي مشكلة إن أنا بامِل بسرعة. أوكي؟ فباجرّب مرّة و2 و3، وجرّبت CrossFit ما ليش في الكلام ده خالص، جرّبت الgym ما ليش في الكلام ده، جرّبت اللي هو الkind of workouts اللي بتتعمل بguided coach ما فيش في الكلام ده. فطول ما أنت دايمًا you're exploring eventually هتلاقي نفْسك وصلت لحتّة. ف وحتّة برضه أكتر حاجة باتكلّم مع الشباب فيها time. الناس كلّها فاكرة أصل أنا ما عنديش وقت. أنا مش مؤمنة بالconcept إن أنا ما عنديش وقت، لإن أنا باقدر أخلق pockets of time في اليوم إن أنا أعمل فيها حاجة. أنت ممكن تحط calendar لنفسك إن أنت هتصحى الساعة 09:00، من 09:00 ل09:30 هتقرا كتاب، من 20:00 وأنا باعمل كده. أنا بني آدمة مش disciplined بربع جنيه، فأنا لازم أحط لنفسي system. فأمّا ألاقي على الcalendar بييجي لي notification قومي اقري دلوقتي. ساعات ما باعملهاش، يعني أنا مش دايمًا ملتزمة، بس بيبقى عندي حتّة إن هو في حاجة بتفكّرني اقري دلوقتي، قومي ارسمي دلوقتي، مشّي إيدِك شوية، قومي اعملي ده، قومي اعملي ده. ممكن يعدّي عليَّ أسبوعين أصلًا ما اسمعش كلام الcalendar اللي أنا حاطاه لنفسي، بس في حتّة إن أنا باحاول أعمل شوية discipline لنفسي، وباحاول أشوف إيه الوقت اللي موجود. يعني أنا الولاد في الجامعة مثلًا باتكلم معاهم ييجي يقول لك إيه: "ما عنديش وقت، أنا بارجع من الجامعة 18:00 تعبان جدًا باكل وقُلت له: بقى من 18:00 لحد ما تنام تعمل إيه؟" Netflix، بافتح التليفون بscroll. إحنا الdoom scrolling ده والشاشات الكتيرة بتضيّع كَم وقت مهول. أنا screen time للstudents اللي أنا كنت بادرسهم في المدرسة، قُلت لهم screen time بتاعك كام ساعة في اليوم؟ ادّي رقم. أنا مقلّق، لإن أنا شخصيًا باوصل ل6، 7 ساعات أوقات. ده الgeneration بتاعنا 6، أيوه. 7 ساعات. ممكن أنا في العادي 4 ساعات، ممكن 6، 7 ساعات لو باشتغل على التليفون أو كده. الولاد بتوصل ل18 و16 ساعة في اليوم. أنا مش عارفة إزاي. أنا بجد يعني أنا at one point في ولد جه بيقول لي: "أنا 12 ساعة في اليوم." قُلت له: "إزاي؟ بجد إزاي؟" وهو في المدرسة أصلًا ممنوع يبقى معاه تليفون. إزاي 12 ساعة بتحققهم في اليوم إن أنت عامل كده على screen؟ ده كَم وقت ضايع هُم مش حاسين بيه أصلًا. فأمّا تيجي تقولها لهم ويبتدي يفكّر. وبعدين أنا مثلًا عندي حاجة لمّا أروّح
لو أنا يومي خلص وروّحت البيت level الكسل بيطلع في السقف، فأنا باقول لهم أنت لو من نوع الناس اللي زيي لمّا تروّح هتكسل، خلّيك برّه، كمّل يومك برّه، هتفضل على نفس الenergy هترجع البيت مهدود، هتنام كويس، هتخش تحط راسك على المخدة هتنام، لكن أمّا ترجع لسه restless هنا بقى الdoom scrolling وبنفتح Netflix نتمشى في البيت شوية، نروح نراكب في ماما شوية، أيًا كان بقى اللي أنت بتعمله أو اللي أنتِ بتعمليه. ننزل ندور على ماتش عشان في ندوّر ناس على كده ماتش. بتتكلم في الماتش. بس لا يعني انت قلتي حاجات انا شايف ان هي برضو مهمه. اول واحد فيهم ليه علاقه ب ان انا اخلق بوكيت لحاجه، او اللي اسمها في ناس بتيجي تقول عليها تايم بلوكينج، ان هو بالضبط. يبلوك وقت معين في اليوم عشان يعمل حاجه ايا كان الوقت. يعني ممكن 3 دقايق 5 دقايق مش فارقه. ده تحدي محتاج منك ان انت تبقي نوعا ما شويه ديسيبلين. باقول لك I'm not. بس هو الناس كده يعني، هو بيجي يقول لك طب هو 5 دقايق دي هتفرق في ايه؟ هو مش بيفكر في المبدأ التاني بتاع الكومباوندنج، اللي هو لما بتعمل حاجة حتى لو وقت صغير كل يوم او كل فترة زمنية معينة بتبقى احسن من زيرو. فبالنسبة لي انت برضه لمستي حاجات مهمة جدا، لان دي حاجة دايما انا بتكلم فيها مع الناس كبار وصغيرين، لان دي مشكلة مش بتواجه بس الصغيرين، انا بحس ان هي بتواجه الكبار برضه. فكرة اللي هو انا دايما ما عنديش وقت للحاجة، لا هو انت مش حاططها في الجدول. بل بالعكس، في واحد مشهور قوي هو كان اكس مارينز او حاجه كده اسمه جاكو حاجه، كان بيتكلم على ازاي ان التايم بلوكينج هو اكشلي بيفضي اليوم او بيديك حريه اكتر من بالضبط. ان هو مش موجود. فلو انا ما حطيتش مثلا انا عايز اروح الجيم الساعه 8 الصبح ل 9، فده لما انا بحط التايم بلوك 8 ل 9 فده معناه ان انا فاضي بقيه اليوم. انما لو انا ما حطيتش ال 8 ل 9 دي هفضل طول اليوم بدور على امتى هروح الجيم، فمش هعملها فببوظ اليوم. فبعيدا عن ده خلينا نرجع للنقطة انت قلتي عليها ان انت كنت بتدرسي بتعملي ايه؟ طيب هاحكي لكم قصة صغيرة، إن أنا وقت الكورونا أنا كنت سِبت شغلي وابتديت أركّز أكتر في الarts، وفتحت my own art studio إلى آخره، وكنت مركّزة إن أنا عايزة أرقص وأرسم وأغني وأعمل بس ده. كنت باعمل consultation projects ليها دعوة بالenpreneurship on the side، بس كان تركيزي إن أنا عايزة أدّي وقت أكتر للarts أيًا كان. جات الكورونا معظم حاجات الarts are very physical based، فلازم يبقى عندي مكان، يبقى عندي الأدوات اللي باستعملها، فدايمًا في حتّة إن أنا لازم يبقى الناس تيجي تتقابل، فالكورونا لغت ده. فبعد ما ده حصل، كلمتني صاحبة مدرستي القديمة وقالت لي: "مش عايزة تيجي تدرسي؟" أنا بادوّر على مدرسين وإحنا الوضع الوقت ده صعب وبتاع، قُلت لها: "أوكي." ورُحت في مجال التدريس. عشان شهادتي أصلًا business marketing، فدرست أو درست economics وbusiness. في أول سنة، سنتين حبيت الموضوع أوي، teaching فيها حاجة لله، الواحد بيبقى حاسس إن هو بتدّيك positive energy، بتبقى حاسس إن أنت لمّا بتخش تدرس بتبقى بتعمل impact مع الstudents بيعيش معاهم مدى حياتهم. في نفس الوقت ده بعدها بسنة أو سنتين rise up كلموني عايزينِك في project، دخلت project وبقيت باعمل الاتنين in parallel. ميزة rise up إن هي عندها حتة الflexibility، فكنت عارفة يعني أعمل الاتنين، لحد ما قررت إن أنا عايزة أدّي full time لrise up، والتدريس عايزة حتى لو هاعمله بشكل ساعة في اليوم، مش هيبقى حاجة ليه؟ لإن هي بتدّيني happiness، ودي أكتر حاجة أنا كنت بادوّر عليها، حاجة بتدّيني happiness، حاجة باحس إن أنا باعمل impact حلو مع شباب، مع أيًا كان الفئة اللي أنا باتعامل معاها، وفي نفس الوقت حاجة تخلّيني دايمًا عايزة أتعلّم. الطلبة سَنة عن سَنة بيزيد ال الأسئلة المختلفة، بيزيد حتى طريقة تفكيرهم، الaccess للknowledge، فتبقى في الclass أنا أمّا أتسأل مثلًا سؤال أقول لها أنا محتاجة أعمل research وأرجع لِك، فدي بانبسط بيها أوي. فلحد دلوقتي باعمل موضوع teaching economics and business on the side مع الcore بتاعي اللي هو rise up والother art based things اللي أنا باحب أعملها. عجبني ان انت قلتي حاجة مهمة جدا، اللي هو انا بعمل الحاجة اللي انا بحبها. طبعا في تحدي هنا، تحدي كبير جدا. طبعا انت عارفة هو آه. فكرة ان انا بعمل الحاجة اللي انا بحبها، طب ازاي اقدر اخلي الحاجة اللي انا بحبها دي حاجة تقدر تعيشني برضو، مش بس ان انا احبها يعني. فمش كل يعني
انا شايف ان هو في الحالتين، سواء كان انت عندك حاجه بتحبيها زي ما انت قلتي كده كانت بتديكي سعاده جنب الشغل الاساسي، او ان انت من الناس مثلا المحظوظه اللي بتعمل الحاجه اللي هي بتحبها وبيدفع لها علشان تعمل ده. فانا حاسس برضو ان النقطه دي مهمه جدا الناس تبقى عارفاها، ان هو اوقات كتيره لما بتمشي ورا الحاجه اللي انت بتحبها، اوقات مش السبب الاساسي يعني، او في الاول على الاقل او في البدايات او في فتره طويله جدا ممكن الحاجه دي ما تكونش ماديا بترجع بحاجه، بس هي ممكن ترجع بحاجه معنويه اكتر على ما اعتقد. آه. جات لي فترة أنا دايمًا باتعامل مع حياتي زي الpuzzle. عندي white boards كتيرة في البيت، حطيت الwhite board وكتبت كل حاجة أنا باعملها والعائد المادي قد إيه، أوكي، والحاجة دي أنا باعملها ليه، أوكي. يعني أنا بالنسبة لي ودي حاجة ممكن تشوق ناس كتيرة، الdance classes أقل عائد مادي بيخش لي، بس مع ذلك أنا باحب أعملها عشان بتديني طاقة إيجابية فظيعة. والرقص نوع من الثيرابي، إن الواحد فعلًا للناس اللي بتيجي لي وليّا حتى أنا لمّا يومي بيبقى وِحِش، لمّا باروح أدّي كلاس الرقص ده، باحس الدنيا بتفُك معايا. فأنا ابتديت أحُط الcategories دي، وابتديت إن أنا أعملها زي الpuzzle. طيب أنا هادّي هنا 70%، هنا 30، هنا 10، هنا 20، هنا 5. فالفكرة إن أنا في ال15 سَنة اللي فاتوا أنا ممكن أقول إن أنا حققت نجاح إن أنا كل حاجة شاطرة فيها بيطلع لي منها عائد مادي، ولكن مش كل حاجة بتطلّع لي نفس العائد المادي زي التانية. therefore هي بتبقى equation تريحني أنا، مش تريح المجتمع أو الناس، تريحني أنا وفي نفس الوقت الparty اللي هو بيدفع لي أو الentity بتدفع لي دي تبقى مبسوطة بالdynamic ده. فlet's say إحنا بنتكلم في التدريس، أتفق مثلًا مع المدرسة أو مع الstudent اللي هييجي لي الlesson على وقت معين، الوقت يناسبني ويناسبهم، فهادّي ده بشكل صغير جدًا 5% أو 10%، هافضل أعمله، تبقى skill عندي دايمًا بانمّيها، ولكن مش باعملها بشكل كبير. في نفس الوقت عندي في المزيكا، المزيكا ميزة فيها إن أنا بالنسبة لي بانزل مثلًا أغني في حفلة مرة كل شهرين، مرة كل شهر، فما التطالب المجهود والوقت بيبقى أقل شوية ليّا أنا عشان ده مش الmain بتاعي، بس في نفس الوقت حاجة بتبسطني فباعملها. فأنا بالنسبة لي دول على مستوى صغير شوية. بالنسبة للرقص نفس الحاجة، ممكن مزوّدة عدد الساعات عشان فيها ميزة تانية إن هي workout، فباقدر إن أنا أحرّك جسمي بشكل healthy، فافضل دايمًا عندي إحساس إن أنا يعني باخد بالي من جسمي وباعمل حاجة إلى حدٍ ما مش رياضة أوي، بس حاجة healthy ل ل ل كحركة يعني. وبعد كده بيرجع بالنسبة لي أنا دلوقتي في الوقت الحالي أكتر حاجتين واخدين وقتي، هي الart وهي rise up أو شغلي مع الentrepreneurs، عشان دول أكتر حاجتين حسيت فيهم العائد المادي الhappiness في الشغل وطبيعة الشغل جاية في المكان الصح في الcareer بتاعي، بالنسبة لي أنا، بالنسبة لسني، بالنسبة للmentality بتاعتي، دول الحاجتين أنا فعلًا حاطة مجهود ووقت كبير أكتر فيهم. فدي puzzle كل حد بيعملها على حسب هو عايز دخله قد إيه كل شهر، عايز يعمل إيه، بس أنت لازم تعملها بطريقة إن أنت بتريّح نَفْسك وبتعمل حاجات أنت بتحبها، وفي نَفْس الوقت عارف إن أنت تكسب منها. يمكن أنا الpuzzle عندي أكبر شوية عشان باعمل حاجات كتير، فالموضوع مُتعب، ولكن لو حد عنده 3 حاجات الموضوع بيبقى أسهل شوية، لإن ممكن تdedicate حتى يوم في الأسبوع لده. ممكن إن أنت الweekend يبقى بتعمل فيه الحاجة اللي هي كانت في الأول حاجة هواية، وقلبت إن أنا باعرف أدخّل منها فلوس، وخلال الأسبوع يبقى الحاجة اللي هي الشغل الثابت اللي بيدخّل لي دخل. لما بتشتغلي مع ناس، انا كل الناس اللي انا اتعاملت معاهم ويعرفوكي كانوا دايما بيحبوا يشتغلوا معاكي، لان انت مش المسمى بتاع الموظف العادي، يعني كنت دايما بتعملي آه، اكتر بكتير. وكنت بتكلم مع واحد صاحبي، واكشلي كنت بتكلم مع حتى مديريني انا كمان، على ما اعتقد انا وانت عندنا عامل مشترك، عايز اخد رايك في النقطه دي. آم، ان احنا عندنا حاجه مش موجوده عند ناس كتيره جدا، اسمها الاونرشيب، احساس ان احنا نملك هذا الشيء وعايزين نعمله حتى لو مش بنملكه. فايه اللي بيخليكي تصحي كل يوم تروحي تعملي شغل بالطريقه اللي انت بتشتغلي بيها، بتحطي المجهود والوقت والطاقه في حاجه او حتى لو هي مش بتاعتك؟ يعني انت عندك حاجتين، حاجه بتاعتك وحاجه مش بتاعتك.
عندك حاجتين، حاجه بتاعتك وحاجه مش بتاعتك، وانا اجزم ان انت في الاتنين بتحطي نفس الباور ونفس الطاقه ونفس كل حاجه. فايه اللي يعني ايه اللي في دماغك وانت بتشتغلي؟ أسألك على حاجة، في الجامعة أنا دايمًا مؤمنة إن في تجارب بنمُر بيها هي بالنسبة للناس تكاد تكون تافهة، بس بالنسبة لي هي لأ، هي علّمت معايا. كانت تالت سَنة جامعة أو رابع سَنة جامعة على ما أتذكّر، كان عندي دكتور في الجامعة، الدكتور ده دكتور ألماني، كان من نوع الناس اللي هو إحنا مش هنذاكر من الكتاب، أنا كل يوم هاطبع لكم article لسه نازل وهنقراه ونعمله analysis مع بعض، فهو دماغه كانت حلوة أوي. وكان مؤمن يعني في مرّة ادّاني full mark في الامتحان وأنا مش مخلّصة الessay بتاعتي، عشان كان شايف أنا رايحة فين في النقاش اللي أنا باكتبه. وهو أصلًا كان قالب السيستم، مش مؤمن بالسيستم، هو عنده السيستم بتاعه. المهم في يوم من الأيام دخل لنا بresearch paper لإمانويل كانت، بيتكلم على حاجة اسمها الcategorical imperative. المبدأ ده بالبلدي اعمل اللي يريحك ويريح الناس، واعمل الحاجة اللي تقبلها على نفسك. أوكي؟ الstatement دي إمانويل كانت طلّعها he's a philosopher قال لك a philosopher and economist act only upon that maxim that you can will as universal law. يعني إيه؟ يعني طول ما أنت بتعمل أي حاجة اعملها بالفكر إن أنت ترضى لو اتعملت لك، وفي نفس الوقت متقبّل إن ده مفروض يبقى العادي. فأنا لمّا أشتغل أو أحُط 100% أنا لمّا باعمل ده، أنا باستنى ده من الteam عندي، لإن أنا بادّي 100%. لو مثلًا ودي أعتقد ميزة وعيب، بس أنا بالنسبة لي شايفاها ميزة، أنا لو في مشكلة حصلت في الشغل ومشكلة برّايا، أنا باشمّر وأتعامل. ليه؟ لإن أنا حاسة بحتّة الownership، لإن أنا عايزة إن أنا لو مش موجودة الteam بتاعي يبقى عنده نفس الإحساس ده، فاللي هو شايف المشكلة قدّامه، لأ مش بتاعتي يا معلم، أنا هي مالي أنا بتاعة مين؟ إحنا ده شغلنا، ده هيأذي شغلي وده هيأذي الناس اللي أنا باتعامل معاهم، لأ هننزل نحاول نحلها بأي طريقة ممكنة، بس. فهي جاية من الحتّة دي، أنا باتعامل بالطريقة اللي أنا عايزاك أنت تتعامل معايا بيها، فأنا يوم ما أدّيك شغل وأحط لك 100% وأنت تيجي تقصّر معايا في payment أو تقصّر معايا في deliverables أو تقصّر معايا في حاجة، أنا عملت اللي عليَّ. وحتى لو هناخدها بمصطلح يعني مصري أكتر، امشي عدل يحتار عدوّك فيك، أنت دايمًا لو بتعمل اللي عليك، يوم ما هتحصل حاجة وحتى لو غلطة، أنت بتبقى مستعد إن أنت تقول أنا غلطان. بس قصاد ده بيبقى ليك credit مع الناس اللي أنت اتعاملت معاها إن أنت دايمًا بتدّي 100% فيوم ما تُقع وتدّي 80% أو يوم ما تعمل حاجة غلط، هم عارفين إن ده مش أسلوبك، مش طريقتك. فأنا من وقت حتى الclass ده في الجامعة الstatement دي علّقت معايا، بقيت دايمًا لمّا باعمل حاجة بافكّر، بيبقى في زي 3 ثواني تفكير، اللي هو أنا أرضى حد يتكلّم معايا بالطريقة دي، أنا أرضى حد يتعامل معايا بالطريقة دي، ودي كانت ميزة برضه ساعدتني حتى وأنا بادرّس الطلبة، لإن طالب المدرسة لمّا تيجي تقول له أنا عايزة أتكلّم معاك، يوه بقى أنا عملت إيه، فلمّا أتكلّم معاه أقول له تعالَ بس أنا عايزة أتكلّم معاك، هنتكلّم مع بعض، أنت شايف إن أنا ادّيتك الresources الكافية إن أنت تذاكر؟ آه. طَب شايف إن أنا كويسة معاك في الclass؟ آه. طَب شايف إن أنا عمري جيت عليك في أي حاجة؟ قال لي: "لأ." قُلت له: "طَب أنت ليه بتيجي عليَّ؟" فبيبقى الطالب واقف اللي هو عندها حق، طب الست ما عملتش حاجة غلط، أنا ليه بقى باعمل الكلام ده؟ وحتى أمّا ييجي يقول لي أصل أنا كسلان، أصل أنا تعبان، طيب ما أنا برضه باتعب، بس أنا بادّي 100% فأنا زي ما أنا باخش بادّيك 100% أنا مستنية منّك تدّيني أنت 100%. نرجع لنقطة الprograms اللي أنتِ كنتِ بتشتغلي عليها، ففي programs أنتِ اشتغلتِ عليها زي مثلًا في program كان اسمه digitize with Facebook. مضبوط. آآ إيه بيحصل أو إيه اللي حصل في هذا الprogram وإيه الimpact اللي أنتِ شُفتيه من وراه؟ الtarget بتاعه كان أصلًا في الأول إن إحنا ندرّب 5000 small medium business شركات صغيرة متوسطة في إزاي يستخدموا فيسبوك وإنستجرام وواتساب للbusinesses بتاعتهم. والtrading ده كان مموّل بنسبة كبيرة من ميتا أو من فيسبوك في الوقت ده، عشان هُم كانوا حابين إن هُم يوصّلوا المعلومات بالعربي للناس اللي عندها مشاريع صغيرة. فالchallenge الكبير اللي واجهنا كنا بنطلع من الكورونا، فكل حتة في العالم لسه مقفّلة وبتعمل online وإحنا الإيفنتات ابتدت تشتغل. فإحنا يعني في الأول كنا بنعمل sessions online، بعد كده عملنا transition لoffline، بعد كده الناس رجعت اتعودت على الonline فطلبت online، فابتدينا إن إحنا نعمل mix من الاتنين، ممكن حد يحضر online للsession أو ممكن حد يحضر offline.
بس الإمباكت بتاعه إن إحنا I think من اللي أنا متذكراه إن إحنا عرفنا ندرب أكتر من 6000 بني آدم على على using فيسبوك واتساب وإنستجرام للبيزنسز بتاعتهم. والحاجة اللي بتبقى لذيذة في البروجكتس اللي زي دي ان انت تلاقي حد بعد التريننج يبعت لك ايميل انا فعلا استفدت، بعدها بشهرين حد يبعت لك يقول لك ده انا عملت ده. فدي كانت حاجة لذيذة، وده اصلا الحاجة اللي اصلا بتخليني احب المجال بتاع البروجرامز، لان انت يعني اكبر حاجة بتحصل جواها ان انت بتدي نو هاو للناس، بتعلم الناس حاجة معينة حتى لو بشكل مسابقة. حتى الناس اللي ما كسبتش بتبقى اتعلمت مهارة معينة او اتعلمت معلومة جديدة ممكن تساعدهم في حياتهم او في مجالاتهم المختلفة. لما نيجي بقى الحته بتاعت تعاملك دلوقتي، او لما بتيجي تبصي على رواد الاعمال او الانتربرينورز دلوقتي، والفرق ما بينهم وما بين رواد الاعمال اللي كانوا موجودين من 10 سنين، مم. الجيل الجديد ده، مم. حاسه ايه الاختلاف الجوهري ما بين الجيلين او ما بين الاجيال اللي عدت لغايه الجيل ده؟ انا مش عارفة ليه، واعتقد ده ما بينطبقش بس على الشركات الناشئة سوري، بس بينطبق برضو على البني ادمين. احنا كل ما يبقى عندنا access to information اكتر و resources اكتر، للأسف مش عايزة اقول بنكسل او بنلاقي الموضوع اسهل فما بنعملوش. كل ما challenges بتزيد كل ما الانتربرينور بيبقى عايز يعمل اكتر. فزي مثلا هديك مثال غريب شوية، دايما لما تيجي تدي تدريب في القاهرة عدد الاتندنس بيبقى اقل بكتير من لما تروح تديه في سوهاج. ليه؟ لان القاهرة saturated بمعلومات، بإيفنتس، بopportunities. فممكن تبقى عامل بروجرام حلو قوي قوي قوي، والستارت ابس من كتر ما هم حاجة من الاتنين، من كتر ما هم شايفين المعلومات سهلة تتجاب من اونلاين فمش عايز يروح يحضر تريننج، او ممكن تبقى واصلة لبوينت ان هو عنده اوبشنز كتيرة فاللي هو لا طب مش هحضر حاجة، بيحصل زي فريز كده. ف... فبحس ان ده الحاجة الجوهرية ان الاكسس لانفورميشن بقى اسهل بكتير، بالذات بكل التكنولوجيز ال AI للبوت، سواء شات بوت، ديب سيك، كل الحاجات دي شات جي بي تي سوري. um, access to information is easy. فانت ممكن اصلا تحط البيزنس موديل بتاعك كله على شات جي بي تي تقول له اعمل لي اناليسيس اشوف الكلام ده هينجح ولا لا، تحط الكاستمر segments should I use these customer segments. ف the access to building a business is becoming easier. So you'd expect ان the businesses would be more or would be more innovative, but that's not happening. what's happening is بنلاقي business كتيرة بس محدش بيدور على innovation anymore، لأن بقى في حاجة بتفكره، بقى في information كتيرة، في overload حاصل. حاسة ان the innovation اللي كنا بنشوفه زمان مش بنشوفه دلوقتي. بس to be honest قصاد ده يعني ده حاجة سلبية أو perspective سلبي. الميزة طبعا ان انت بتشوف ان انت رواد الأعمال سنة عن سنة بيزيدوا كعدد، دي حاجة حلوة جدا. الinvestments جوه مصر بتزيد، فدي حاجة برضو حلوة جدا. فعندك الناحيتين، ناحية اللي هي ان انت عندك زيادة entrepreneurs كتير جدا، وان في ناس كتير بتجرب ويلا نفتح مشروع وكله فاكر يلا نعمل side hustle والكلام ده، والاكسس to information بقى كتير، بس في نفس الوقت over information over stimulation، الناس بقت واصلة للبوينت اللي هو انا مش عارفة اعمل ايه، او انا مش هعمل، او يا عم الموضوع ده وجع دماغ. في حاجه تانية برضو عايز اخد رايك فيها. انا بحس ان الفتره دي زي ما بيكون في كميه معلومات كتيره، او في اوفرلود من الانفورميشن على الناس، في رايزنج ترند او في بدأ صعود لان احنا عايزين نرجع للبيزكس. يعني حتى في الدام فونز، وازاي ان اليونجر جنريشنز دلوقتي بقوا في ناس منهم بتحب عايزه التليفون اللي هو بتاعنا بتاع زمان ده اللي هو بزراير بس. ل ده كان عقاب، انا في ستودنت عندي كان ابوه لما بزعلان منه بياخد منه الايفون ويديله تليفون نوكيا. والله كنت ده اقول اب له ايه شاطر. ده. لا بجد كانت عجباني ال punishment technique لان it's less access to distractions. صح. فهو بالنسبه له خد ده، مش انت عايز تعرف تكلم السواق وتكلمني اهو، ده بيعمل التاسكايه دي ومش بيعمل اي حاجه تانية. وفي نفس الوقت هتلاقي فيه برضو رايز للناس اللي هم يا اما بقى بيرجع يجيب الكاميرا ال VHS القديمه، يا اما Polaroid اه cameras. فبحس كده ان احنا كل ما بنتقدم في رايز اوف الموجه البديله، اللي هو الموجه اللي انا منها. يعني حتى يعني انا وانتي نعتبر من الناس اللي هو اشتغلنا في سواء مع يعني مع تك كومبانيز جلوبال، او مع
شركات كتيرة جدا بحكم شغلنا. فاحنا كنا دايما على الكاتنج ايدج اوف تكنولوجي، وفي نفس الوقت احنا كل يوم شغلنا واقف على ان احنا لازم نبقى دايما كونكتد للميتريكس بتاعت الشغل، ان احنا عاملين زي نيو كده قاعدين جوه في الجهاز هو شغالين. فبتكتشفي مع الوقت ان انت في ناس كتيرة جدا مهندسين مثلا ديفلوبرز ما اعرفش كلهم بدأوا يرجعوا الى حياة اكتر ببساطة. فانا عايز اعرف منك اكتر برضو، انت هل شايفة ده بيحصل؟ هل شايفة ان الناس بقت دلوقتي بتبص على ان هي عايزة حياة ابسط او اسهل او بكتير بكتير. انا نفسي المنتاليتي دي ترجع تاني للانتربرينورز، ان هو بدل ما يفكر انا هدخل اي ازاي في البيزنس بتاعي، طب ابني البيزنس بطريقه بيسك، شوف المشكله فين وحلها. بعد كده شوف في الجيرني بتاعتك هتدخل الاي اي ازاي او هتديفلوب الموضوع ازاي. بس بجد احنا لو رجعنا للكور اللي هو المشكله فين، وتعالى نشوف الحلول، بعد كده نشوف بقى ايه اللي هيساعدنا. على عكس ان احنا بنبصين العكس، عايزين نكسب فلوس ازاي وندخل تكنولوجي ازاي جوه اللي احنا بنعمله. فانت بتلاقي ان احنا we're working outside in when we should be working inside out. يعني اكبر مثلا بوست كده غريب نزل على لينكدين من فترة، بيقولك it's all about the product has to be doing something amazing عشان البني ادم يشتري البرودكت ده. حتى انا دخلت حطيت كومنت لصورة، الصورة دي بستعملها على طول في كل البيزنس lessons بتاعتي مع students. تسمع عن حاجة اسمها باتروك؟ بتروك؟ لا. راجل لذيذ، طلع جمع روكس من بيتش وحطيتها في بوكس ببراندنج صايع، بيقولك انت if you can't keep a pet عشان you can't you have a very dynamic life buy a pet rock. مش فاكرة وقتها كان ب4 دولار ولا $3. عمل سيلز مرعبة. يعني اجاب صخر. صخرة حطها في بوكس ببراندنج اسمها pet rock for people who can't have pets. فانا جاي طب ما اجيبها من فانت الشارع. بتشتري، فالناس راحت اشترت البات روك عشان يبقى عندها البات روك. فانا قلت له what is successful about this product. هو ما عملش حاجة، هو عمل very innovative packaging innovative concept وجاب حاجة موجودة. يعني أنا ممكن أنزل أجيبها زي ما أنت قلت هتنزل تجيبها من الشارع. ف it's all boils down to أنت يعني لافف الموضوع ازاي. انت ما تبص كور البات روك ان في ناس مش قادرة تربي حيوانات. they have a high paced life, they want to have something fun. و I think وقتها كان حتى if I'm not mistaken لو فاكرين كان في فيلم بتاع اسمه ايه castaway. توم هانكس توم هانكس اللي هو لما كان جاب بيكلم الكورة. الكورة. it's the ايوه. same concept, it's an inanimate object بس هو خلق منها product. خليتيني دلوقتي اقعد افكر هو كان اسمه ايه، كان castaway. لا no. الكورة. لا مش فاكرة. ويلسون، ايوه ويلسون واتسون. واتسون ما بعدتش قوي. ايه اكتر حاجة بتشوفي ان هي بتخلي الشباب بيبقى ما عندوش طموح، او هو بيبقى عنده حماسة بعد كده بينطفي نوعا ما؟ للأسف مش كل الأهالي بتبقى supportive، بالذات لو الحاجة اللي هم عايزين يعملوها مختلفة عن الحاجة اللي أهلهم شايفينها صح. فدي لأن أكتر حد يعني واحنا صغيرين لما كنا بنبقى خايفين من حاجة أو عايزين نسأل حاجة كنا نسأل ماما وبابا. فبالنسبة لنا حتى لو عارفين إن المجال مش مجالهم دايما كلمتهم بيبقى ليها وزن كبير. فانا معظم الشباب اللي انا بتعامل معاها اصل ماما بتقول اصل بابا بيقولوا متمسكين قوي باللي هما بيقولوه، فحاسين ان هم مش عارفين يعملوا الحاجه فده بيعمل لهم limitation. فدي بتبقى نقطه. والحاجه اللي هم مش فاهمين ان هي بتبقى جايه من خوف عليهم بس مش ان هم مش قادرين يعملوها. فدي نقطه بشوفها سواء بنتكلم على مستوى بقى بنتكلم طلبه مدرسه، نتكلم في حد عايز يبدأ مشروع، نتكلم على حد عايز يبدأ مشروع، نتكلم على حد عايز يغير مجال. فدي بتبقى حاجة يعني جذرية. تاني حاجة الشباب نفسها بيتأثروا برضو من الناس اللي حواليهم. فانت لو الصحاب او دكاترة الجامعة كلهم بيقولوا ما اتعملتش عمرها هتتعمل اشمعنى انت تعرف تعملها، كل الكلام ده بيخلي عندنا two types of people. في اللي ده بيخليه اللي هو طب انا حاسبة عكس، وفي اللي بيبقى بيجيله احباط بيقولك لا مش عايز اعملها. فدول يعني اكتر حاجتين. برضو الحاجة التالتة على حسب نوع البيزنس عايزين يبدأوه، لان هي الواحد مش عارف كل حاجة. فهم ما بيجوا في بوينت مش عارفين يعملوا ايه في المرحلة اللي بعدها بيقفوا، مبقوش عارفين يروحوا لمين. فمحتاجين يبقى فيه زي an ongoing resource في كل جامعة. في جامعات عندها ده entrepreneurship centers،
إن لو حد عايز يبدأ حاجة يعرف يرجع لمكانٍ ما وياخد الadvice إن هو يعمل الحاجة دي. بس دايمًا culture برضه aspect بتبقى عاملة limitation، الparents، الsurrounding environment، ودي كانت حاجة أعتقد من الحاجات اللي كانت ميزة وعيب حتى بالنسبة لي أنا كان أهلي supportive جدًا لحاجات عايزة أعملها، ولكن برضه في حاجات أنا اتغصبت إن أنا أعملها. زي مثلًا أنا كنت عايزة أدرس arts في الجامعة، درست business marketing، حبيت الموضوع وطلع منه إن أنا فعلًا عرفت إن أنا أعمل حاجة، بس غيري ممكن يخش 4 سنين يضيّع حياته بيدرس حاجة عشان ده objective أهله أو أهلها، يتخرج من الجامعة يقول طب أنا هاعمل بقى عايز أعمل بقى حاجة أبقى مبسوط بيها، مش هاعمل حاجة للناس، أعمل حاجة لأهلي. تعريفك الشخصي إمم. للنجاح. تعريفي الشخصي للنجاح، النجاح بالنسبة لكل بني آدم مختلف. 100% أنا مؤمنة بالموضوع ده، وأعتقد إن أنا في السنة اللي فاتت بالذات ابتديت أشوفها أكتر، لأن أنا كنت دايمًا باحس بعدم نجاح عشان حاجات حصلت في حياتي محسساني إن أنا ما وصلتش للpotential اللي أنا كان ممكن أوصل له، ولكن لما نيجي نتكلم على concept النجاح، أنت النجاح بالنسبة لك expectation، أنت عندك طموح إن أنت تحقق X، ما حققتش X فأنت بالنسبة لك مش ناجح. مع إن كل اللي حواليك ممكن يشوفك ناجح جدًا، بس أنت كان عندك طموح إن أنت تحقق X، فX ما وصلتلهاش، أو طموحك إن أنت مثلًا تجيب 100% جبت 70%، فده بالنسبة لي مش نجاح. for example مش باتكلم أنا كمَلَك، بس باتكلم كexample. فالنجاح على حسب أنت حاطط لنفسك إيه objective وحققته والّا لأ. أنا لو الobjective بتاعي إن أنا مثلًا أبيع لوحة، ده objective واضح، حققته حلو، ده نجاح. بس النجاح مش حاجة إن هو إن أنت أنا نجحت خلاص خلّصت، المشكلة إن أنت أمّا بتوصل ودي الحاجة اللي كانت مشكلة عندي، أنا كنت ممكن أنجح في حاجة ما بالحقش إن أنا انبسط بيها، وبابقى الtarget اللي بعديه already موجود، فبابقى حاطة ضغط على نفسي إن أنا لسه ما نجحتش عشان لسه في مرحلة تانية وتالتة ورابعة، فأنت كأنك طالع على سلِّمة وأول ما وصلت بدل ما تبقى الحمد لله أنا وصلت، أنت عملت كده، ولقيت إن في سلالم كتير، فدي مُحبطة جدًا. ومش سهلة، وحتى أنا لحد دلوقتي دايمًا بابقى لازم أرجع وأكتب أنا عملت إيه، لازم أرجع أراجع وأقول لنفسي أنا عملت إيه. مثلًا لو رسمت حيطة في مطعم أو رسمت على حيطة مثلًا في مدرسة ودي حاجة نجاح بالنسبة لي، دايمًا أول ما باخلّصها باحس أيوه، بس أنا النجاح مش إن أنا مثلًا أشتغل مع نفس الclient أو أعمل الحيطة دي بس، النجاح إن أنا أعمل 4 حيطان مثلًا في الشهر مش حيطة واحدة مثلًا. أو مثلًا إن أنا ما انزلش حفلة واحدة، أنزل حفلتين وأنزل حفلة هنا حفلة هناك، فأنت كل ما بتوصل للpoint بتبقى دايمًا متضايق لإن أنت بقيت شايف إن أنت طب أنا شاطر أهو، فأنا ممكن أعمل أكتر. أنا ممكن أقعد أتكلم طول اليوم، ممكن نسهر مع بعض هنا ما فيش مشكلة، بس للأسف وقتنا النهارده انتهى، بس القعدات مش هتنتهي، فأنا يعني عايز أشكرِك يا مَلَك جدًا على الinsights بتاعتِك عامةً، زي ما أنا قُلت لِك في الأول أنا واحد من الناس اللي بابقى فخور بيكِ جدًا، وبابقى حابب إن أنتِ كنت باطاردِك عشان خاطر تيجي تشاركي الناس الخبرة بتاعتِك والexperience بتاعتِك والinsights بتاعتِك، لأن أنا باحس إن أنتِ عندِك فعلًا حاجة بتقوليها، فشكرًا جدًا على وقتِك النهارده، وشكرًا إن أنتِ جيتِ النهارده، وهاشوفِك تاني قريب إن شاء الله. بإذن الله، لأ شكرًا ليك بجد، انبسطت إن إحنا اتكلمنا في الحاجات دي، وأتمنى تكون الناس هتستفيد ولو بكلمة واحدة قُلناها النهارده. شكرًا.